اهلا بيكم في الحلقه الثامنه من ازاي يبقى عندك المساعد بتاعك باستخدام تشات جي بي تي. وفي الحلقه دي انا هتكلم على ناس بنحبهم قوي قوي قوي، وهو مجال الاتش ار. وجوه مجال الاتش ار في ناس بتبقى شغاله حاجه اسمها ريكروتمنت سبيشالست، يعني الناس اللي بتعينك وبتعيني وبتعين جميع الشعب ان هم يتوظفوا، اللي احنا كنا بنبقى مستنيينهم يكلمونا في التليفون مكالمه واحده، وبنبقى بعد ما بنعمل الانترفيو بنبقى يعني قاعدين على اعصابنا ومستنيينهم بس يعني يبعتوا لنا مسج. بس مش ده الموضوع، خليني بقول لك لو انت او انت ريكروتمنت سبيشالست الفيديو ده هيفيدكم ازاي. للي ما يعرفنيش الاول، انا اسمي خالد رضوان وبتكلم النهارده على تشات جي بي تي والجي بي تيز او الكاستم انستراكشنز اللي حصل لها ابديت. يعني انت دلوقتي ممكن يبقى عندك الشخصيه بتاعتك تحطها في تشات جي بي تي عشان يرد عليك الردود اللي انت فعلا محتاجها في المجال بتاعك. فانا عندي كتابين، الكتابين دول موجودين في الويب سايت وفيهم اكتر من 140 شخصيه، والشخصيه اللي هتكلم عليها النهارده هي ريكروتمنت سبيشالست. ومن غير ما اطول عليكم خليني اوريكم سؤال بيتسال لتشات جي بي تي الجنرال العادي جدا، ونفس السؤال هناخده نساله لتشات جي بي تي بعد ما خدنا كوبي بيست من الشخصيه اللي انا مديها لكم في الكتاب. يلا بينا. طيب ده شكل تشات جي بي تي اللي هو فيه الشخصيه بتاعه ريكروتمنت سبيشالست، وهنتك على السؤال اللي انا محضره. هنقول ايه هو السؤال؟ سؤال مهم جدا. How can we enhance our employer branding over the long term to attract top talent؟ حلو قوي. كوبي، وهناخد نفس السؤال هنا ونعمل بيست. السؤال ده معناه ايه؟ ازاي احسن الامبلوير براندنج بتاعي، يعني طريقه ان انا اخلي الناس تبقى حابه انها تقدم في الشركه بتاعتي، او ان انا دايما اجذب الناس اللي هي فعلا ممكن تفيدني والناس تبقى عايزه انها تقدم في شركه زي دي. هنا هو قال لي ايه؟ define your employee value proposition. حلو. consistent brand messaging, employee experience, transparent communication. ده الرد الجنرال بتاع تشات جي بي تي الطبيعي اللي كلنا عارفينه. حلو جدا. تعال نروح بقى دلوقتي لتشات جي بي تي لما اديته شخصيه ريكروتمنت سبيشالست هيقول ايه بالظبط. اول حاجه هو قالها فعلا define your unique employer value proposition. جميل وده الطبيعي، بس بص الفرق ما بين ده وده. اولا هو مديها لك في بوليت بوينتس بطريقه معينه، communication وايدنتيفاي and articulate. طب هنا كان مديها ازاي؟ هنا ما قالهاش برضو في البوينتس اللي احنا بنتكلم فيها بعد ما اديته الشخصيه. طيب ادي كده اول فرق. leverage employee advocacy, invest in a strong online presence, engage with industry and community. الحاجات مش موجوده الناحيه الثانيه وجايبها لك في بوليت بوينتس بطريقه معينه ومفصله تقدر فعلا تفيدك. ومن الاخر انت لو ما عندكش صبر انك تحب انك تقرا وتفهم ايه اللي بيتقال هنا عشان فعلا تساعد نفسك في الشغل وتحاول انك فعلا تترقى في مكانك، يبقى كل الكلام ده ملوش لازمه، لا اللي ببلاش ولا اللي بفلوس. بعد كده بيتكلم معاك برضو في innovate وريكروتمنت بروسيس وميجر اند ادجست communicate success stories. فبيقول لك كلام مش موجود في تشات جي بي تي الطبيعي. ومش بس كده، الفكره في حاجه، انا مديك كمان 15 برومبت او سؤال تساله لتشات جي بي تي تقدر تستغلهم عشان يفيدوك احسن افاده. ولازم مهما كنت انت بتحط الشخصيه دي لازم برضه تديله معلومات اكتر عن شغلك وبتعين مين وشركتك بتتكلم عن ايه، عشان كل ما تديله انفورميشن اكتر كل ما هيرد عليك الرد اللي انت فعلا محتاجه بمساعده الشخصيه اللي معاك. فلو لقيت ان الفيديو ده فعلا فادك او فادك يا ريت تعمل له شير، ودي فعلا فرصتك انك فعلا تستخدم الاي اي في شغلك او في شغلك عشان تقدر ان انت يا اما تترقى يا اما ما تضيعش وقت يا اما تعمل حاجات كتير جدا 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 بالشخصيه اللي موجوده في تشات جي بي تي. فلو عايز تعرف اكتر خش على الويب سايت دلوقتي حالا وشوف الكتابين وهتلاقي كل كتاب ايه هم الشخصيات اللي موجوده فيهم. يا رب اكون فدتكم. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.